بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي خالتي ناديه ام يسرى، الله ينصرك، امين. الله يعزك، امين. الله يرزقك، امين. الله يخليك صحيحتك، امين. الله يخليك وليداتك، امين. الله ينجحك، امين. ان شاء الله القناه ديالك تكون غادا من الفوق للفوق، امين. ان شاء الله يا ربي ديري مشروع ديالك وديري ريستورون، امين. ان شاء الله حنا اللي غادي نكونوا عندك الاولانيين نجيو ناكلوا، امين. تكون امين. على الكوموندات اللي عندنا، الله يحفظك لينا، امين. الله يرزقك شي حجه، امين. والله يعطيك الصحه امين. ويخليها ليك ويخليك وليداتك، امين. امين. تبارك الله عليك. شكرا. السلام عليكم، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فيديو جديد ونهار جديد وشهوه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. قلت نشارك معكم الغديوه ديالتي اللي هي الرفيسه. الرفيسه اللي كيعشقها الكبير والصغير، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بطريقتي وتجربوها، وعلى بركه الله. بلا ما نطول عليكم ندوزو للطريقه والمقادير. عندي هنا واحد الدجاجه من وزن 2 كيلو ديال الدجاج الطوسي، اللي بغدير اللي متوفر عندكم، يعني طوسي بلدي رومي. هاد الرفيسه هادي كتجيب اي نوعيه ديال الدجاج. غادي ناخذ هنا واحد البول، غادي نوضع فيه هنايا الكركم وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال البزار، القياس ديالي ديال البزار. وعندي واحد المعلقه صغيره عامره بالمساخن ولا راس الحانوت، كيف ما شفتوا. كل واحد كل منطقه باش كتسمي هاد العشوب هادو. من بعد غادي نزيد القياس ديالي ديال الملحه كندير على حسب المرق اللي عندي. وغادي نزيد هنا واحد الكاس ديال الماء باش نخلطوا هاد الشرموله هادي. وغادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال السمن. هنا السمنه البنات عندي السمن شويه مجهد حار، هذاك الشيء علاش درت غير معلقه صغيره. كنخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتها صافي. وغادي ناخذوا الدجاج ديالنا، غادي ندهنوه مزيان من جميع الاعضاء ديالو. غادي نلبسوه بهاد الشرموله هادي. وما نساوش الكريشه لداخل، ضروري دوك الكريشه لداخل حتى هي كتجي بنينه، ودوك العظيمات كيجيو بنان بهاد الشرموله. المهم كنلبسوه مزيان، وغادي نخليه هنايا مرقد واحد على الاقل واحد ساعتين. الا كان عندكم الوقت يمكن لكم ترقدوه بالليل. انا حتى لاخر لحظه غادا طاح في بالي انني بغيت ندير الغدا شويه الرفيسه. هنا راه 8 ديال الصباح البنات، عجنت العجينه خليتها ترتاح ودزت رقدت هنايا الدجاج ديالي، خليته تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه. من بعد غنوضع الخليط الدجاجه والخليط اللي هي فيه في الكوكوط. هنا عندي 4 البصلات كبار مقطعين، خديت قياس بصله واحده درتها مع الدجاج باش يتنسم لينا الدجاج بالبصله. غادي نزيد عليه هنايا نص كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس. وغادي نزيد 4 كاس من زيت النباتيه. اللي ما كيبغيش الزيت النباتيه في الرفيسه هكايا يمكن ليه يدير كاس هكايا، كاس لاروب كلها زيت الزيتون. صافي غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتها، وغادي نديرو فوق البوطه كيتشحر. هنا الا لاحظتوا الدجاجه عندي راه ولدات زدت واحد نص دجاجه واخا رغم انني جبتها من المجمد حتى لاخر لحظه. وطاحت لي فكره في بالي، بغيت نفاجئ بنتي، مشات ما داتش معها الغدا ديالها وعندها الامتحان في الكليه اخر لحظه، وقلت غادي نزيد واحد نص دجاجه وغادي نصايب لبنتي واحد القصيريه صغيره ديال الرفيسه ونديها لها هي وصحاباتها. المهم هنا شحرت الدجاج مزيان ورويته بالماء مغلي، ما ديروش الماء بارد. ضروري اللي باش نمرقو كنمرقو بالماء مغلي باش الماكله كتجي زوينه. اي حاجه طيبناها كتجي زوينه، وفي نفس الوقت دغيا كطيب ما كتاخذش وقت كثير في الطياب. صافي هنايا بعد ما مرقت غادي نزيد عليه هنايا واحد شويه ديال العدس والحلبه. الحلبه درت تقريبا معلقه كبيره ديال الحلبه وجوج معالق هنايا كبار حتى ل3 ديال العدس، نقيتهم وغسلتهم وغنديرهم باش غير باش الدجاج ديالنا يتنسم لينا بالحلبه والعدس. صافي غادي نسد عليه هنايا ونخلي الدجاج يطيب على خاطرو، ومره مره نقلبوه. الا كان مازال ما طاب نسدو عليه حتى يطيب على خاطرو عاد باش نحيدوه ونزيدو باقي العناصر. هانتوما كيف ما شفتوا انا سديت عليه تقريبا ساعه الا ربع، وقلت غادي نشوفوا فين وصل الطياب ديال الدجاج.
ضروري ما نقلبوه مزيان، ما نخ... من حيت هاد الدجاج هاد النوعيه كتاخد شويه الوقت في الطياب، ماشي بحال الدجاج الرومي. الدجاج الرومي راه نص ساعه صافي ها هو كيوجد معنا. هاد الدجاج الطوسي والدجاج البلدي كيشدوا الطياب، ولكن انا كيعجبني نديرو في الرفيسه وحتى في الكسكسو، راه كيجي لذيذ، كيجي بنين، كيجي طالق واحد البنه اللي هي زوينه بزاف. والثمن ديالو راه كيدير 360 360 الكيلو، يعني 18 درهم هنا حدانا للكيلو. الدجاج الطوسي هذا صافي هنا بان ليا مازال شاد طياب، سديت عليه غنخليه حتى يطيب مزيان. بعد ما طاب الدجاج ديالنا، سمحوا لي البنات كيحسب لي كنت كنصور وما صورتش، حيدت الدجاج وزدت هنا واحد الراس ديال الثومه وزدت البصله وزدت هنايا واحد الزلافه ديال العدس، تقريبا 300 غرام ديال العدس اللي زدتها، وغادي نسد عليها الطيب. وهنا كان في نفس الوقت كنطيب التريد، دايره حدايا التريد كيطيب. صافي غادي نسد على هاد البصله هادي باش طيب. صافي هنايا الغديوه ديالنا راه وجدات بعد ما طابوا العناصر كاملين. طيبنا التريد وقطعناه. التريد راه شاركته معكم شحال من مره، هادشي علاش ما شاركتوش هاد المره. صافي هنا المرقه ديالنا راه طابت، قاديناها، دقنا، كتذوقي الملحه ديالك، كتذوقي البزار، كتزيدي شويه السمن. المهم هنايا صافي بديت كنسقي. خديت 2 قصريات. قصريه غادا نديها للكليه البنات، غادا القصريه للكليه. والقصريه لينا حنا، رغم هادي درت نص دجاجه ولكن ما قنعتنيش، زدت هنا واحد الفخيض، ربما يبغوا ياكلوا معاها البنات زايدين ولا شي حاجه. صافي هنايا كنسقي في القصيريات ديالي كيف ما كتشوفوا. عطيتهم هنا ضروري ما ديروا الربار الكافيه البنات باش ما تجيكمش الرفيسه ناشفه. هاد الرفيسه راه قد ما واخا كتقولوا راه حنا جريناها، لا، غير خليوها واحد 10 دقائق راه كتشرب وكتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف. هذه هي طريقتي انايا في التسقيه، كنسقيها وكنخليها 10 دقائق، رغم انني كنت مضغوطه بانت لي حيت بنتي عندها ساعه ديال الغدا، يعني كنسقي بالزربه ما نقولش لكم. ايوا صافي هذا هو الشكل النهائي. هذه هي القصريه اللي غندي حتى الكليه. وهذيك هذه هي غديتنا حنايا. صافي غطيت كل شيء، خليت غدا انا حتى نجي، وديت لبنتي الغدا ديالها هي الاولى، سبقتها عاد رجعت للدار باش نتغدى. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش بلايك وبشي تعليق زوين بحالكم، واللي ما مشتركاش كنقول لها مرحبا والف مرحبا. كنقول لكم الفيديو ديالي راه سالا. بسلام عليكم، الى فيديو قادم بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي خالتي ناديه، ام يسرى، الله ينصرك، امين. الله يعزك، آمين. الله يرزقك، امين. الله يخليك صحيحتك، آمين. الله يخليك وليداتك، امين. الله ينشحك، آمين. ان شاء الله القناه ديالك تكون غادا من الفوق للفوق، آمين. ان شاء الله يا ربي ديري مشروع ديالك وديري ريستورون، آمين. ان شاء الله حنا اللي غادي نكونوا عندك الاولانيين نجيو ناكلوا، آمين. كنا آمين. غادي كوموندات اللي عندنا. الله يحفظك لينا، آمين. الله يرزقك شي حجه، امين. والله يعطيك الصحه آمين. ويخليها ليك آمين. ويخليك وليداتك. امين. امين. تبارك الله عليك. شكرا.